الدنيا للأسف هي مصر. لو دخلنا حرب مستحيل نرفع راية النصر. هي بلدنا كده مش فارحة غير في كسر الظهر وتعلي في الأسعار، والناس اللي مش لاقية شغل كل يوم بتنهار، واللي شغال مش عارف يحل مشاكله مطحون ليل ونهار. هي فعلا حاجة تتعب، حاجة تضايق ان انت تكون واخد فلان ويكون عليك مش لايق. لحد امتى هيفضل واحد فينا سايق؟ العبط بنتسرق قدام عينينا بس اكننا في عينينا مرض، ولسانتنا عايزين نحركها خايفين لاي غرض. وحضرة ال7000 سنة طالعين بيها السما. هديكوا مثل صغير على واحد زي انا عمره ما شاف يوم هنا. اطلب من ابويا حاجة للذكرى قلبي ينكسر عشان معلش يا ابني تأجل لبكرة. ليه يا ام الدنيا تعلمنك فيكي فاشل؟ طب ليه حكومتنا ما فيهاش حد عاقل وابن الاكابر يدفع مبلغ عشان يتخرج مع انه عارف انه جاهل وهيفضل طول عمره جاهل؟ وابن الغلبان بيطلع من الاوائل، ما هو مش هيشتغل بشهادته. ما الحقيقة رئيسنا كافر وساكتين عاملين نفسنا ميتين. صوت الكلاب بيوصل لهم واحنا صوتنا مش مسموع. نظرة التعالي الواحد غلبان في بلدنا بنعتبره جربوع ممنوع موجوع. انا من كل حاجة في بلدنا اما الاسعار بتزيد كمان وكمان. لا حاسين بطعم الاكل ولا حاسين باي امان. يبقى ترقد في سلام وتموت. عايش ليه وانت دايما مش مبسوط؟ طب ابتسم اضحك افرح حتى محدش هيحس بيك وانت دموعك على المخدة واعصابك متشدة. محدش هيحس بيك غير ربك ومحدش غيره هيطمن قلبك. هو انت في وقت محنتك هيكون جنبك، وهو اللي في وقت الشدة هو اللي هيساعدك.